ازاي تركز اثناء المذاكره؟ يلا بينا. السلام عليكم. واحده من اهم الحاجات اللي احنا لازم نركز عليها جدا اثناء المذاكره بتاعتنا عشان نطلع بكواليتي عالي جدا في المذاكره، وان احنا فعلا اثناء الجلسه بتاع المذاكره بتاعتنا نقول ده احنا استفدنا وذاكرنا الموضوع ده كويس جدا، هو مهاره التركيز في عصر المشتتات. تمام، احنا دلوقتي في عصر التكنولوجيا، في عصر المعلومه بقت سهله فيه، في عصر التليفون، في عصر الانترنت. فاول حاجه عشان انت تركز اثناء المذاكره، رقم واحد، تخلص من المشتتات. طبيعي انت عاوز تركز اثناء المذاكره اللي انت تتخلص من المشتتات. مثلا انت ترمي التليفون اللعين مثلا، ترمي بره. لو معاك اللاب مثلا تطلعه بره برضو. اي حاجه بتشتت تركيزك انت ترميها بره. تمام. تمام، انا خلصت كل المشتتات بتاعتي وطلعت التليفون بره وطلعت اللاب، اي حاجه بتشتت تركيزي طلعتها بره. ننتقل على الخطوه اللي بعد كده، وهي جهز كل حاجه قبل ما تبدا تيجي ظبط المكتب بتاعك. لو انت عندك مكتب، لو انت مش عندك مكتب عادي، ظبط المكان اللي انت هتذاكر فيه وتجهز كل حاجه. من مثلا ورقك والاقلام بتاعتك والكتب بتاعتك وازازه الميه حتى برضه تجهزها معاك. تمام، انا طلعت التليفون بتاعي بره وظبطت الدنيا بتاعتي وظبطت المكتب بتاعي وجهزت كل حاجه. وانت بتذاكر وقاعد تركز في وانت بتذاكر وقاعد تركز اثناء المذاكره بتاعتك، جات لك فكره كده، ما نقوم بقى نعمل حاجه ناكلها. جميل. فتقوم تعمل الحاجه اللي انت بتحبها تاكلها دي. طب نعملها بقى كوبايه شاي مع الوجبه بتاعتنا الجميله دي. واقول لك والله فكره جميله. لا 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 لا، وقف كل التشتت ده دلوقتي ونبدا ان احنا نجيب نوت بوك كده جميله ونبدا نكتب فيها كل الافكار اللي هي بتجيلنا. اي فكره بتجيلنا، مثلا انا جعان عايز اكل، اكتب انا جعان وعايز اكل. بعد جلسه المذاكره دي ابدا ان انا اكل. انت واحد عملت كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها قبل كده. بعت، شلت التليفون رميته بره. تمام، حاجه جهزت مكان المذاكره، المكتب بتاعي روقته وجبت الاقلام بتاعتي والكراريس بتاعتي وكل حاجه انا محتاجها اثناء المذاكره. وانا قاعد جبت كراسه معايا وكتبت فيها كل الافكار اللي بتجيلي اثناء وانا بذاكر، عشان ما اروحش اعمل الحاجات دي وارجع تاني وبالتالي اشتت وابقى مش قاعد مركز فوكس على الموضوع اللي انا بعمله. ولكن نسيت اللي انت تقسم المذاكره بتاعتك. يعني مثلا هل انت بتقعد تذاكر كده ما لا نهايه؟ يعني انت قاعد مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، جبنا الكتب بتاعتنا وقعدنا ركزنا دلوقتي. احنا دلوقتي يلا بينا نبدا نذاكر. هل احنا هنذاكر كده على طول ما لا نهايه، ولا في ميد لاين اللي انا وقت معين ابدا اذاكر فيه وتاني ابدا اعمل بريك؟ بقى لازم في وقت معين. هي قسم جلسات المذاكره بتاعتك. يعني مثلا في 25 دقيقه و10 دقائق بريك، لو نفعت معاك جربها. في التقنيه التانية اللي هي زي ماتش الكوره، 45 دقيقه و15 دقيقه بريك، لو مشيت معاك جربها. وفي ناس انا بسم الله ما شاء الله عليها فوكس بتقعد تركز كده ساعه ونص واخد نص ساعه بريك. معاك كل حاجه، ولكن بشروط. لو انت بدات ال 25 دقيقه وخدت ال 10 دقائق بريك، هتعمل 4 مرات، 25 دقيقه 25 دقيقه 25 دقيقه 25 دقيقه 4 مرات، وابدا اخد نص ساعه لساعه بريك. انت 45 دقيقه و15 دقيقه بريك، او 50 دقيقه و10 دقيقه بريك، اعملها مرتين او ثلاثه على حسب قدرتك، وبرده خد بعدها ايه، نص ساعه لساعه. اما انت الناس بتاع الساعه ونص والساعتين دول، لا يا باشا، ده انت بتاخد بقيه اليوم كله بريك. بهزر طبعا يعني، ولكن انت بتاخد بريك بس ايه، انت تعمل الحركه دي، لا يا باشا، ده انت نفرغ القبعه كده وتاخد اليوم كله بريك. ظبطت ده كل حاجه. والبتاع لازم، حته مهمه جدا من البروسيس، ان انت كافئ نفسك. لازم تعمل ريورد كده بعد حتى يوميا. انت لو خلصت المذاكره عليك او خلصت المهام اللي عليك، لازم ان انت تكافئ نفسك. مفيش مانع ان انت بعد كل جلسه مذاكره تتفرج على فيلم انت بتحبه، تمسك التليفون بتاعك. دي بقى في الوقت اللي انت تمسك فيه التليفون براحتك. لما تخلص الحاجات اللي عليك وتبدا تمسك التليفون بتاعك، كده انت 100 100. ليه؟ ذاكرت، خلصت المهام اللي عليا، امسك التليفون براحتي بقى، العب براحتي، اخد الدوبامين اللي انا عارفه اللي انا عاوزه. في نقطه مهمه جدا على حكايه الدوبامين ده. انت لما التليفون معاك والمذاكره معاك، تمام، انت لما تيجي تذاكر والتليفون جنبيك مش هتعرف تركز. ليه يا باشا؟ انت معاك كل حاجه بتؤدي الى مثلا السعاده. انت مثلا عايز تضحك وعايز تفرح على نفسك، التليفون جنبيك، بضغط الزر تجيب الفيديوهات الكوميديه كلها وتبدا ان انت تذاكر. تبدا ان انت تذاكر على التليفون، تبدا ان انت تخش على الفيديوهات اللي انت عاوزها بضغط الزر واحده. تمام. فالتليفون، يعني انت مثلا محدش هيسيب المذاكره، محدش هيروح يذاكر وسايب التليفون جنبي. تمام.
عامل زي مثلا ايه، لما قدم لك مثلا تفاحه ولما قدم لك مثلا شوكليت، انت هتروح لمين؟ هتروح تاكل الشوكولاته طبعا. تمام، هي كده بالظبط. فالتليفون ده بيدينا حاجه اسمها الدوبامين الرخيص، اللي هو دوبامين من غير اي مجهود، من غير ما تقدم قيمه معينه، انت بتحصل على هرمون الدوبامين ده. اصلا هرمون الدوبامين ده كان زمان انت بتتعب بتقدم قيمه معينه، فبالتالي بيفرز هرمون الدوبامين فبتقدر تشعر بالسعاده. انت دلوقتي بتشعر بالسعاده، بيفرز هرمون الدوبامين، تشعر بالسعاده من غير ما تقدم قيمه او مجهود انت بذلته. فبالتالي هرمون الدوبامين بقى اصبح رخيص وفيه كميات كبيره جدا من الدوبامين. فتلاقي ان احنا التركيز عندنا قل جدا، ودي مشكله بتواجه كتير جدا من الطلاب، وحتى انا بتواجهني كمان. اصلا احنا العصر اللي احنا عايشين فيه ده اصلا عصر المشتتات، كل واحد دلوقتي يبقى عايز يسحب تركيزك وعاوز ياخد تركيزك. وحتى المنصات التواصل الاجتماعي من اول التيك توك والانستا واليوتيوب، اي منصه على السوشيال ميديا عاوزه هي تاخد اكبر وقت من حضرتك. فهم بيحاولوا يسرقوا تركيزك. احنا بنحاول ان احنا نقلل قدر المستطاع من الحد ده، والذكي اللي هو يستخدم التليفون بتاعه للنفع، ماشي، او يستخدمه بعد ما يعمل مجهود معين. انت تذاكر، تخلص، تمسك التليفون عادي تتفرج على الفيلم اللي انت عاوزه، ده من حقك. وبس كده خلصت الفيديو بتاعي. اتمنى لو انت عجبك الفيديو اكتب لنا رايك في الكومنت تحت، ولو عاوز تطوير في الفيديو او نطور الفيديو اكتر والتعديلات بتاعتك برضو يشرفنا رايك طبعا. وما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، كومنت. سلام.